قليل الادب. اقسم بالله انت في الملعب مش هتطلعك تجيب امك. اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت قليل الادب. دي كانت لحظة خناقة أو ضرب حسين الشحات للشيبي لاعب بيراميدز. في نفس الوقت بعد ما حضرتك شفت الخناقة شفت الصلح. كمل مع الفيديو ده يا فندم، عشان الفيديو ده غير أي فيديو هتشوفه على السوشيال ميديا، لأن جايب لك مقاطع فيديو مش هتلاقي حد يتكلم فيها. صلى على النبي وعلى عبد الله الصلاة والسلام. في البداية لو مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي حالا عشان يوصلك كل جديد. كلنا متفقين ان اللي عمله حسين الشحات لاعب النادي الاهلي غلط ويستحق العقاب، واداره النادي الاهلي نزلت غرامه على اللاعب تقريبا 300,000 جنيه، وهو اعتذر للشيبي لاعب بيراميدز والموضوع خلص. بس الشيبي ما سكتش، طلع قال لك انا بتهدد بكسر رجلي وي وي وي. مش قصتنا، حقه ان هو يشتكي ويعمل اللي هو عايزه. بس حد من الاعلام جاب سيره ايه سبب المشكله؟ لا، سبب المشكله يا فندم الصوره اللي قدام حضرتك دي. لاعب احرز هدف، الشيبي احرز هدف في مرمى النادي الاهلي، او محمد عبد المنعم احرز هدف بالخطا في مرماه بعد عرضيه الشيبي لاعب بيراميدز، والشيبي راح احتفل امام جمهور الاهلي بالصوره المستفزه دي. يعني انت منتظر يكون ايه؟ وحسين الشحات قبل ما يكون لاعب فهو مشجع للنادي الاهلي، فحسين الشحات خرج عن شعوره وحصل المشكله دي. الاعلام المصري ماسك دلوقتي في حسين الشحات وعايز يذبحه. طب يا سيدي، انت عايز تعاقب حسين الشحات عاقبه، بس اتفرج على الفيديو ده وقول لي هتعاقبه ازاي. حضرتك عايز تعاقب حسين الشحات صح؟ صح. طب فين عقاب دي؟ دي صاعد ضرب باهر المحمدي لمحمد هاني لاعب النادي الاهلي. باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي صفع محمد هاني على وجهه. محمد هاني لاعب النادي الاهلي. هل حد من الاعلام واللي بيتكلموا قال باهر المحمدي المفروض يتعاقب؟ لا، الموضوع مات وعدى. طيب في مباراة الاهلي وحرس الحدود قدام حضرتك الواقعة دي، ضرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي، حد اتكلم في القصة دي؟ لا، ولا حد فتح بقه. طب عايز التقيلة؟ اديك التقيلة، ده انا هسيبها لك مفاجأة. خد التقيلة دي. في مباراة الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-1، عمرو السيسي وهو خارج من ارضية الملعب مصاب. شوف بيقول ايه لخالد عبد الفتاح. اتفرج يا فندم بالفيديو. عمرو السيسي لاعب نادي الزمالك بيقول لخالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي ان هو هيسيب الدين، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، لمحمد هاني لاعب النادي الاهلي. هل حد من اعلام الزمالك او مجلس ادارته طلع وقع عقوبه على عمرو السيسي ولا قال حاجه؟ لا. هل حد من الاعلام في مصر او الجماهير العريضه اللي عايز توقف الشحات طلع هاجم عمرو السيسي؟ لا. كله كان عامل اخرس ساعتها. اشمعنى دلوقتي بتهاجموا حسين الشحات؟ انا ما قلتلكش حسين الشحات ما يتوقفش، لا يتوقف، والنادي الاهلي نزل عليه عقوبه، وانا ضد اللي عمله حسين الشحات وقلتها لك اكتر من مره في الفيديو. بس زي ما بتتكلم اللي عمله حسين الشحات برضه قارن باللي اتعمل الناحيه التانيه. هل في حد عاقب الناس دي؟ لا. طب ده بالنسبه للاهلي، في فيديوهات كتير طبعا، انا ما جبت لك كده نبذه سريعه. تعال نشوف بقى بالنسبه اللي حصل للزمالك قدام حضرتك. بعد مباراة الزمالك وبروكسي، محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك راح يتخانق مع الحكم، مع وليد عبد الرازق تقريبا اللي هو جاملهم وخلاهم يفوزوا. قدام حضرتك الفيديو زي ما قلت لك، محمد عواد راح يتخانق مع حكم مباراة الزمالك وبروكسي. ده يا عم ده هو اللي مكسبكم. هل حد طلع هاجم محمد عواد؟ لا. طيب قدام حضرتك الصورة دي، محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك ضرب لاعب الاسماعيلي بدون كرة. حد اتكلم في الموضوع ده؟ لا. نزل عليه عقوبة او غرامة؟ لا. طيب زيزو ودونجا، حد اتكلم في الموضوع ده ولا الموضوع طار مخومات؟ ما تعرفش.
طب مجلس اداره نادي الزمالك الاعلام بتاعهم اللي قاعد صياح طول الليل، واللي هجيب لك دلوقتي بيقول ايه؟ قال حاجه عن الموضوع ده؟ لا، ده كابتن خالد الغندور طلع قال لك ده فوتوشوب. زيزو دونجا قال لك فوتوشوب. انا قلت لك انا ضد اللي عمله حسين الشحات. اهو من وقت حضرتك دقيقه بس عن مباراه الاهلي وبيراميدز. الاهلي يخسر من بيراميدز، واقول ايه؟ الله يسامحه مستر كولر، دوري لا هزيمه خلاص، اتكتب علينا هزيمه. اي نعم الاهلي لاعب بيراميدز الموسم ده 4 مباريات، فاز في 3، حقق منهم الدوري والكاس والسوبر، والمباراة الرابعة بدون أي أهمية بس اتهزم 3-0. في حاجة بقى أنا عايز أوجهها لمستر مارسيل كولر. يا مستر مارسيل كولر، أنت حاسم الدوري إمتى؟ قبل مباراة القمة الأهلي والزمالك. حضرتك قلت ما تحسم مباراة القمة هتلعب بالقوام أو هتريح القوام الأساسي وتلعب بالاحتياطي، صح؟ أنا واحد من الناس رحت الاستاد في مباراة الأهلي والوداد وفضلت أدعم مصطفى شوبير طول اللقاء، وهقول لحضرتك ايه، حقق الاهلي الفوز 2-1 ومصطفى شوبير قدم مباراه تاريخيه. هل يا ترى شفنا مصطفى شوبير تاني في حراسه المرمى؟ لا. طب علي لطفي، مع ان انا عندي بعض التحفظ على علي لطفي، علي لطفي شفناه تاني؟ لا. انت لعبت حرس الحدود اللي هو هبط درجه تانية. الزمالك الاول، ماتش الزمالك ماتش القمه ده ماتش تاني، لعبت من غير نص ملعب وكسبت. لعبت مع كلمه مقاولين، حرس الحدود، والنهارده بيراميدز، ويوم الاربعاء ان شاء الله المصري. كان فاضل لك 4 مباريات في الدوري. انت ليه بتلعب بمحمد الشناوي؟ دي حاجه انا عايز اعرفها. تاني حاجه، اليو ديانج، حسين الشحات، ما ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، الناس دي ايه؟ ومروان عطيه، ما الناس دي تريح، احنا لسه عندنا كاس ولسه عندك سوبر، السوبر الافريقي والسوبر المصري وكاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا والسوبر ليج. ايه يا عم مارسيل كولر؟ وانا امتى هشوف القوام الاحتياطي؟ انا ليه قفشه النهارده فضل مستمر في المباراه؟ هل يا ترى كان مقدم مباراه ممتعه ان هو يكمل 90 دقيقه؟ لا. هل يا ترى قندوسي ده احنا جايبينه ليه؟ انا مش عارف. ليه ما يلعبش النهارده؟ مش عارف. مصطفى شوبير وعلي لطفي، رامي ربيعه، متولي، القوام ده فين؟ فين الناس دي؟ الناس دي ليه ما تاخدش فرصتها؟ ما انت خلاص، ما انت الدوري حسمته. ليه يا عم كولر مصمم تعكنن علينا وتلاعب القوام الاساسي؟ افرض لا قدر الله حد اتصاب، انت اول واحد هتفضل تعيط. ده اللي اقدر اقوله على مباراه الاهلي وبيراميدز. محمد شناوي النهارده سبب 90% من الهزيمه. خلصنا مباراه الاهلي وبيراميدز، تعال نشوف لقطات كده من الاعلام الزملكاوي. اسمع معايا. هقبل من اي حد في المنظومه يقول لي اصل في صلح حصل. الصلح ده في غرف خلع الملابس. انا عاوز حقي كمشاهد، انا عاوز حقي كجمهور. ماجد غراب بيقول لك انا عايز حقي كمشاهد وكجمهور. كمشاهد وكجمهور؟ وانت بتشجع مين؟ طب ده الاهلي وبيراميدز الاول والتاني، يعني الفرقتين المنافس بتاعي. انت مالك؟ انت حقك في ايه؟ وبعدين تعالى هنا، انت كنت فين ايام فرجاني ساسا لما ضرب الحكم؟ كنت فين ايام شيكابالا لما عمل حركات كده بايده والدنيا مشيت؟ اقول لك على حاجه، انا عارف ايه اللي مضايقك. الدوري، لا مش الدوري، الكاس، السوبر، لا مش السوبر. انا عارف ايه اللي مضايقك. صوت السرينه، صفقه امام عاشور، هو ده اللي عاملكوا جنان ومخليكوا مش متربلين اصلا وناسين فريقكوا اللي في البطوله العربيه، اللي ربنا يستر عليه ويشرف الكره المصريه. والله انا كاهلاوي اتمناها. كمل يا كابتن ماجد انت، ولا يا عم ماجد انت اللي كنت كومبارس في يوم من الايام وعرضت لك الفيديو ده. كمل يا كومبارس. حسين الشحات انا مش عارف مين اللي يعاقبه، لكن من وجهه نظري اقل عقوبه لحسين الشحات سنه ايقاف ما يلعبش كوره. اقل عقوبه لحسين الشحات مليون جنيه غرامه. بقول لك اقل عقوبه سنه ايقاف ومليون جنيه غرامه. ليه يا عم؟ هو شتمك انت؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ سنه ايقاف ايه ده؟ انا اعرف لعيبه رئيس النادي بتاعهم اتهموا ان هم بيشربوا مخدرات وما نزلش عليهم حتى ربع جنيه غرامه. يا راجل يا راجل، طب ده في واحد فيهم بيبوس ايده دلوقتي عشان ما يروحش الاهلي، وهو اللاعب ده عايز يروح اليونان. عارفه انت فتوح؟ رئيس ناديك بيبوس ايده عشان ما يروحش الاهلي. بعدين انت مالك انت ومال الكلام ده؟ مش بيراميدز اللي انتوا بتدعموه ده باعكوا وراحوا السوبر؟ مش بيراميدز اللي انتوا بتدعموه ده خطف لعبتكم يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر، اللي المستشار طلع قال انت يا عم سالم يا شمسي انت مشكلتك مش معانا، انت بتاخد لعيبتي انا ليه؟ اتشطر على الاهلي، مالكش دعوه بيا. يعني يا جدعان، هو بيراميدز ده دلوقتي حلو
ولا وحش؟ احنا عايزين اعلام الزمالك يجاوبنا. والله يا اعلام الزمالك انا مش عارف انتوا مالكوش كتالوج، مره بتدعموا بيراميدز ومره ضد بيراميدز، انا مش عارف انتوا فين من القصه دي. بدليل انتوا دلوقتي جايبين ساحر جديد، والله جايبين ساحر جديد. اسمع الساحر الجديد ده بيقول ايه. عاوز مصر ان شاء الله تفوز بكاس العالم، وانا قادر على مصر انها تفوز بكاس العالم، لان عندي اخطر تكتيك منع الضغط العالي. احنا دلوقتي انا بتحداهم في التكتيك الجديد والبرامج الجديده ان احنا ان شاء الله نخلي نادي الزمالك يفوز بكاس العالم للانديه. لنادي الزمالك اول نادي هيتعمل فيه لجنه تطوير، اللجنه الاولى منوط بيها تطوير اللاعبين ورفع ومراقبه اداء المدرب. انا عاوز اطور كل الكره المصريه، عاوز مصر ان شاء الله تفوز بكاس العالم، وانا قادر على مصر انها تفوز بكاس العالم، لان عندي اخطر تكتيك منع الضغط العالي. الانديه واكبر المدربين واحسن انديه واحسن مدربين في نادي الزمالك. طبعا تاثير الناس، تاثير بحه واعوانه، هم بيبقوا عاوزين يكسبوا الدوري باي طريقه. يعني في حد يزود 100 دقيقه ولا 110 دقيقه، يعني ماتشين بتلعب ماتش زياده عشان تكسب. السحر طبعا ليه تاثير، السحر كمان السحر الاسود اللي هو السحر الافريقي ده، كل ده بيأثر على اللعيبه ويأثر على الانديه. احنا دلوقتي انا بتحداهم في التكتيك الجديد والبرامج الجديده ان احنا ان شاء الله نخلي نادي الزمالك يفوز بكاس العالم للانديه عن طريق الابتكار الجديد ده بكاس العالم للانديه، واتحداهم يفوز بالبطوله العربيه وكاس مصر. الكباتن كلها اللي خدوها من الزمالك ما نفعتش، لان هم خدوها بطريقه غير شرعيه. يعني هو ايه يروح نادي الاوروبي امام عاشور ويرجع ثاني عن طريق نظام كوبري. فانا ضدهم، واتحدى الانديه كلها ضد الانديه اللي بتحارب نادي الزمالك من زمان. حتى جابوها في كاس العالم للانديه الافريقيه. في حارس مرمى في يوفنتوس برضو كان بيحط حاجه على الحراسه، ودي شفناها كتير، والبراهين موجود، السحر موجود من ايام الازل. وبالتالي انا ضدهم بالابتكارات بقى. 10 سنين بطولات، تكتيك جديد، تكتيك اسمه منع الضغط العالي، وبرامج جديده، واتحداهم في اللي جاي، لان الفكرتين اللي اولانيين انا اللي كنت منبعهم. ايوه السحر موجود، بس انا الابتكار بيغلب السحر، الابتكار والتطوير يغلب السحر، لان هو انا مشعب البرامج على 7 برامج وتكتيك جديد وتكتيكين جديد، بحيث دول حتى هو عمل السحر في 6 تاني برامج تانية يكسروا السحر بتاع بحة واعوانه. هو في 7 برامج، البرنامج التكتيكي والخططي والبدني والنفسي والذهني والمهاري، كل دي انا عامل برامج من زمان، من 10 سنين مطوره، وقلت افكاري عبر الخليج كله لانديه كتير في الخليج، وقلت افكار النادي الزمالك السنه اللي فاتت وقبليها. انا لو اول من قلت اللي يعملوا معسكر اخر الدوري عشان ياخدوا الدوري، وقلت برضه فكره ان تعتمد على الناشئين. احنا عندنا ناشئين تفوق مصر كلها. عاوز مصر ان شاء الله تفوز بكاس العالم، وانا قادر على مصر انها تفوز بكاس العالم، لان عندي اخطر تكتيك منع الضغط العالي. احنا دلوقتي انا بتحداهم في التكتيك الجديد والبرامج الجديده ان احنا وانت ساحر يا عم، انت متاكد يا عم اللي انت بتقوله ده ساحر ايه؟ ويوفنتوس ايه اللي حارس افريقي كان فيه؟ انت نايم يا عم انت ولا ايه؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقول من ضمن خططك للزمالك ان هو يعتمد على الناشئين وحاطمك. ده اللي اقدر اقوله. طب ما هو اي واحد في الدنيا يقول لك يا ريت الزمالك يعتمد على الناشئين في الفتره دي. انت بتخاطب مين؟ ايه تكتيك الضغط العالي ده؟ ايه تكتيك الضغط العالي ده؟ وبعدين السحر موجود من ايام الاذى. لا حلو، عجبتني والله. السحر موجود من ايام الاذى فعلا، انت لاقي معاهم. ايه الحكم اللي بيزود 100 دقيقه و110 دقيقه؟ فين اللي في مباراه الاهلي في حكم بيزود 100 دقيقه؟ انت يا عم انت بتتفرج على ايه؟ ولا السحر معمول لك انت؟ ده انت شكلك انت اللي عايز تتعالج. انت جاي تفك لهم الاعمال بتاع بحة. طيب ومصر تفوز بكاس العالم والزمالك يفوز بكاس العالم للانديه. لا سيبك انت، دي اللي كيفتنا قوي. الزمالك يفوز بكاس العالم للانديه، طب يفوز بدوري ابطال افريقيا الاول. عشمهم بدوري ابطال افريقيا الاول يا عم الحاج، عشمهم بدوري ابطال افريقيا. ده هم بقالهم اكتر من 20 سنه ما شموهاش، تقول لهم يفوز بكاس العالم للانديه؟ انت للدرجه دي؟ لا بص المستشار فعلا لا في دماغ الجماهير، لا وجاب ساحر جديد وشغل عالي باين عليه، لا وجايبه تقريبا مش عارف من الكويت، باين مصر عايش في الكويت وشغال هناك. ما شاء الله عليكم، فعلا هتودوا نادي الزمالك في داهيه. وانا نفسي اعرف انت مستشار مرتضى منصور جايبه بصفتك ايه اصلا؟ يعني هو جايبه رئيس نادي الزمالك المعزول، جايبه ازاي؟ ما هو معزول اصلا.
هو جايبك ازاي؟ لا والكوميدي بقى ان المستشار مرتضى منصور طالع بيقول لك انا والاولاد هنسافر مع الزمالك في السعوديه في بطوله عربيه. ليه يا عم؟ عندنا بعض الانشغالات. بتقول ان انت ممنوع من السفر، وبعدين انت لو واثق في فريقك كنت سافرت. ده اللي اقدر اقوله لك، والله انت لو واثق في فريقك كنت انت سافرت، او امير الدهاء كان سافر معاهم. يعني انت بتقول هو تعبان وهو اصلا بيصيف، وفي نفس الوقت لو الزمالك حقق مركز حلو في البطوله العربيه هتلاقي امير الدهاء والمستشار اول ناس عايزين اللقطه. هو ده اللي هيودي نادي الزمالك في داهيه، وهو ده اللي مدمر حال الكره المصريه. يا مارسيل كولر يا ريت تعتمد على مصطفى شوبير وتعتمد على القوام الاحتياطي شويه، استنتج شويه لعيبه واكتشف بعض اللعيبه في بعض المراكز الجديده. خلاص اللعيبه اللي عندك تعبت، بقالهم 3 مواسم تعبانين مش ملاحقين من ضغط المباريات. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.